الافارقه باغيين يجروا على العرب وباغيين يرجعوا المجد للحضاره الافريقيه، وباش ينفذوا هذه الخطه الحل اللي لقاو هو انهم يتزوجوا بالنساء من شمال افريقيا، وبهكا يقضيو على العرق المغاربي ويربحوا المعركه. وهذا الشيء ماشي انا اللي قلته، لكن مجموعه كبيره من الدول الافريقيه اللي كتبنى افكار حركه الافروسنتريك المتطرفه، انه الواحد فاش ما كيكونش عنده تاريخ كيحاول يسرق تاريخ تاع ناس اخرين. هادشي كيوقع لاغلب الحضارات اللي تعرضت للاضطهاد والعبوديه. داكشي علاش غنشوفوا واحده من اخطر الاستراتيجيات للسرقه الثقافيه، واللي بها كيحاولوا يمسحوا دول شمال افريقيا وياخذوا بلاصتهم. شنو هي الافروسنتريك وشنو هي المخططات ديالهم باش يساليو مع العرب؟ De tuer ma mère, mon père, oh, c'est trop. Tous les Arabes doivent quitter dans la Centrafrique. Ici, c'est mon pays. Tous les Arabes. Mais sinon, je dois me continuer, tuer même les Arabes, venger. ما تنساش دير ليا متابعه ولايك الى عجبك الفيديو. شكرا. من بعد ما تحرروا الافارقه من العبوديه في امريكا، بداو كيفرضوا الصوت ديالهم بهدف الدفاع عن التاريخ الافريقي اللي تعرض للاستغلال من طرف البيض. الحركه بدات بداعي انها ضد اليوروسنتريزم، واللي من خلالها قالوا باللي غادي يرجعوا الاعتبار القاره الافريقيه، لكن من بعد تقلبوا ولاو كيهجموا على دول شمال افريقيا، خصوصا مصر، تونس، الجزائر والمغرب. في الاول بداو غير بمصر وكانوا باغيين يديروا فيها واحد المؤتمر في اسوان، لكن مصر فاقت لهذا الشيء اللي كيديروا ومنعته ملي عرفات الغرض ديالهم الحقيقي. ومؤخرا الممثل الكوميدي كيفن هارت كان عنده شو في مصر اللي تمنع قال شي هضره اللي كيقولوا كاع الافارقه هي ان اهرامات مصر بنوهم الافارقه وتبناو على ظهر الافارقه. ومن بعد تونس اللي دارت اجراءات صارمه باش تخرجهم من البلاد. تقريبا من الستينات وما كينسبوا اي انجاز دار في القاره الافريقيه ليهم، لكن مؤخرا عاد زادت هذه الحده في المواجهه. قالوا باللي اهرامات هما اللي بناوهم وباللي هما اللي كانوا حاكمين مصر، وبان التاريخ كله تزور لصالح المستعمر الابيض. People don't disappear. Nobody left their land and disappeared. Egyptians never ever disappeared. For you to think otherwise means you are washed by Afrocentrics. وباش يأكدوا هاد الهضره خرجوا مفكرين افارقه كيدعموا هادشي، وكيقولوا ان اي حاجه دارت في العالم فهي من اصل افريقي. ادعوا ان الفلسفه نشأت في افريقيا واليونان سرقوها، وامريكا كانوا فيها افارقه قبل ما يدخل لها كولومبوس، وانهم هما اصل الحضاره الفينيقيه، وان الامازيغ في الاصل احفاد الرومانيين وغير دخلاء على افريقيا. وهاد الافكار بداو كيقتنعوا بها بزاف ديال الناس، وهادشي اللي خلاهم ما يبقاوش يحملوا العرب، لدرجه انهم في سنه 2015 تهجموا على القنصليه المغربيه في فرنسا وطالبوهم باش يجريو على المغاربه من المغرب. المشكل ان هاد الناس كيدعيوا انهم كيتعرضوا للعنصريه، لكن في الحقيقه هما براسهم كيطبقوا على الناس فين ما مشاو وما كيحترموا حتى شي واحد، بحال داكشي اللي وقع في ولاد الزيان، انهم كيرفضوا فكره انهم مهاجرين في الدول المغاربيه، وان الدول المغاربيه في الاصل راه ديالهم، واخا ماشي كلهم بحال هكا وكاين فيهم الخايب وكاين الزوين، لكن ملي كتشوفهم كيطغاو وكيديروا الشغب فالسلطات خصها تفيق وتحمي المواطن هو الاول. عاد تشوف ديك الساعات الا بغات تعاونهم، اولا المواطنين غيبداو يديروا يديهم حتى هما وغادي نوليو بحال عايشين في غابه. الا وصلتي لنهايه الفيديو ما تنساش لايك وفولو. شكرا.